الكتابة وحدها قادرة على إيقاف زمن التخلف، قادرة على تجاوز أزمات الإنسان وكوارث المجتمع. والثقافة هي حصان طرواد المعنوي في اختراق حواجز الطغاة. لذلك الحوار مع كاتب بحجم محمد قاسم ابن الجزيرة ليس كأي حوار، وأسرت أن أدرجه تحت عنوان علاقة المثقف بالسياسة، لما لهذا الرجل من التصاق بهذين المفهومين المتلازمين، مرة افتراق ومرة عناق. أستاذ محمد قاسم، أهلا بكم في منتدى هيفي الثقافي على أسير راديو هيفي FM. أهلا بكم، شرفتم. نترك الأسئلة الكلاسيكية ونبدأ حوارنا هذا بسؤالك عن حجم إضافاتك الثقافية إلى المكتبة الكردية. بدأت الكتابة متأخرا نوعا ما، وكان الحافز إليها مناسبة دعينا إليها من قبل أحد الأحزاب في قامشلي حوالي 1997. كلفنا حينها بكتابة موضوع عن أسباب أزمة الحركة الكردية في سوريا، وكانت هذه هي البداية الجادة لكتاباتي. فكتبت الموضوع ونشرته عام 2005 في موقع عامودة، ثم بعد ذلك نشرته في أكثر من موقع وفي من منتدى، وعززته بقراءة مختصرة في أدبيات الأحزاب الكردية. قصدت منها إلقاء الضوء على تحليل للحالة الاجتماعية السياسية الثقافية الكردية على العموم. وإن كنت سابقا أكتب بعض مذكرات وبعض ما أعجب به من القراءات من الكتب المختلفة التي كنت أطالعها منذ المرحلة الابتدائية، إنما لدي الاتجاه نحو القراءة والمطالعة، وطبعا كلما تقدم بنا العمر ازدادت هذه الرغبة في القراءة. ولا زلت أحتفظ بدفتر يعود إلى العام 1968. كنت أدون ما أقرأه من المطالعات من الكتب التي أستعيرها أو من تلك التي أقرأها في المراكز الثقافية، وأدونها لتكون بمثابة مرجع لي، أو ما كنت أنقله من بعض الدوريات كمجلة العربي مثلا أو غيرها فيما بعد من المجلات والمطبوعات الكردية أو من مواقع الانترنت إلى آخره. ولا زالت هذه العادة موجودة لدي، وإن كانت ليست بنفس الزخم ونفس القوة التي كنت عليها. وقد شجعتني عملية نشر الموضوع إلى أن أكتب في المنتديات، خاصة منتدى عامودة التي كان يملكها الأستاذ سروان قشو، وحصل تواصل ما بيني وبينه عبر موقع ولاتما، ثم فيما بعد انتشر موقع ولاتما وإلى آخره. فكنت أكتب كل ما أرى أنه مفيد يساعد على إغناء الثقافة، وإن كانت بلغة عربية، ولكنها تتناول في معظمها بل كلها القضايا الاجتماعية الكردية والسياسية الكردية. إن عدتم إلى هذه المواقع ستجدون تنوعا في هذه المواضيع، ولها طابعها الثقافي في تناول القضايا السياسية، وليس بأسلوب التناول السياسي المباشر، لأنني كنت أرى نفسي مثقفا قبل أن أكون مهتما بمسائل سياسية فرضت علي. لو لم أكن في واقع اجتماعي يعاني من مشكلات سياسية ربما لم أقب أو لم أكن لأنخرط في مسائل السياسة. لكن كل ما تناولته في حقيقته أو في معظمه هو سياسي من زوايا ثقافية بأدوات ثقافية، القصد منها يعني المساهمة في إيجاد
مناخ يتم فيه التفكير بحرية وبعقلانية في تناول القضايا المختلفة وفي الحوارات المختلفة. وللأسف وجدت نفسي محشورا اضطرارا في زاوية أكثرت منها الممارسة النقدية، وهذه عملية إلى حد ما مكلفة في المجتمعات ذات الطبيعة التي نحن عليها ككرد، يغلب فيها التخلف وتغلب فيها الحساسيات السياسية والقبلية والدينية والسيكولوجية الشخصية التي تحتاج إلى كثير من الخبرة والنضج لكي تستقبل مثل هذه الآراء النقدية وتتقبلها على أنها إضافة إيجابية للمناخ الثقافي، وليس الغاية منها تهديم شخصية معينة أو حزب معين أو طرح معين، قدر ما هو محاولة تقويم أو تصحيح في هذه المسائل. يبدو أن إصراري على هذا النمط من الكتابات والتحمل النتائج قد جعل الآخرون شيئا فشيئا يعتادوا على منهجي ويتأقلموا معه، قد لا يتقبلونه ولكنهم تأقلموا مع هذا النهج، وأظن لست نادما أنا في هذا المنهج، لأن الذين يقولون الأشياء الحلوة كثيرون، أما الذين يظهرون العيوب والمفاسد فهم قليلون، خشية على ردود أفعال الناس وخشية على انعكاساتها على مصالحهم، وهذا ما لم أنتبه إليه أو بالأحرى لم أهتم به. مصادر الثقافة في تلك المرحلة هل كانت متوفرة؟ وما هي أهم هذه المصادر؟ المصادر الثقافية العربية طبعا كانت متوفرة، أما فيما يتعلق بالأكراد فلم تتوفر مثل هذه المسائل إلا متأخرا جدا وبقلة طبعا وبظروف خاصة ودون الشمولية، بمعنى أي ليس كل ما كنا نريده يتوفر، وإنما كنا نقرأ ما يتوفر منها. ولو أن الأكراد منذ ما أتذكر، يعني منذ كنت في المرحلة الابتدائية على ما أذكر، جلب لي أخي المرحوم محمد حسين كتاب لروشن بدر خان، السيدة روشن بدر خان، اسمه صفحات من الأدب الكرديق. كانت توجد شذرات مثل هذه الحالات. مثلا أذكر كنت في المرحلة الإعدادية أحضر لي أخي المرحوم نفسه كتاب ماموزين المكتوب باللغة اللاتينية، يقال أن الدكتور نور الدين زازا ربما كتبه. فتوجد كانت مثل هذه التسريبات، مثلا كتب عثمان صبري، بردما، تشارل هنج، ألف باء، هذه الأشياء كانت تتوفر أحيانا. كتاب رشيدي كرد حول اللغة الكردية، نعم، دواوين جقر خوين مثلا، قصة موسى عنتر، برينا راش مثلا، أذكر هذه كلها طلعت عليها وأنا منذ المرحلة الإعدادية. من جانب آخر الكتابة ليست شيئا بلا دم، لذلك تضيف إلى الكاتب بقدر ما يعطيها. فما الذي أعطتك الكتاب؟ الإنسان لا يستطيع أن يفهم تكوينه الفكري والنفسي ما لم يعبر عما فيه، سواء حديثا أو كتابة. ولكن الكتابة هي أكثر ثباتا من الحديث باعتبارها مدونة ويمكنك مراجعتها بهدوء، كما يمكنك تصحيح أخطائك عندما تكتب فيها بحيث تخرج ما تريد أن تخرجه بصورة أفضل مما يتيح لك به الحديث. شدتني مقولة قرأتها لك تقول: 3 أصناف كثروا في الكرد بلا تدريب أو خبرات، وربما بلا مسؤولية أيضا في معظم الحالات. وأشرت في الحالة الثانية إلى الشعراء. هل الشعراء بلا تدريب أو خبرات؟ وما حجم الذي ينطبق عليهم هذا التوصيف على الساحة الشعرية الكردية؟
كل تجربة تحتاج إلى أن تصقل لكي تعطي نتيجة إيجابية، سواء بالنسبة للذي يمر بها أو للذي سيستفيد منها. قصدت بالشعراء ليس على الإطلاق، وإنما قصدت بالذين تهافتوا على الشعر دون أن تكون لديهم تجربة كافية، سواء من جهة الاهتمام باللغة مثلا، سواء من جهة الأرضية الثقافية التي تغني ما سوف يكتبونه من أشعار. ووجدت في بعضهم تسرعا إلى الشهرة من خلال هذا المسار الأسهل. فمثلا أن يأتي إلى مهرجان الشعر الكردي شاعر من حلب ليقرأ قصيدة واحدة لا تتجاوز مثلا 15 أو 20 بيت لكي يلقى الضوء عليه. هذا الجانب الذي أنا حاولت أن أشير إليه. أما الشاعر المتمكن والذي يعطي معاناة وتجربة وخبرة، فهذا هو الذي أصلا يغني الشعر ويعطيه القيمة ونقدره. وأشرت ربما إلى اللامسؤولية الشعراء، ما هي مسؤوليتهم؟ قصدت اللامسؤولية هنا في أنهم يقتحمون مواضيع دون أن يكونوا جاهزين لها كما ينبغي، فلا تأتي الأفكار مغنية للساحة الثقافية الكردية، خاصة أن الكلمات عندما تلقى أو القصائد عندما تقرأ فإن هنالك من يسمعها وهنالك من يقرأها، ومنهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم قليل التجربة. إن هذه الأشياء تؤثر، فإذا لم تكن بمستوى المسؤولية في إيصال الرسالة مهمة، هذه تؤدي إلى تخريب الذائقة الأدبية والذائقة الشعرية، إذا لم نقل أحيانا الذائقة الفكرية بما فيها من مضامين. أستاذ محمد، في محورنا الأساسي أسألك، هل تختلف مسؤولية الشاعر كما أشرت عن مسؤولية السياسي؟ المسؤولية واحدة بالنسبة للإنسان، فكل إنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن درجة المسؤولية تأتي على قدر الموقع الذي يشغله الإنسان وعلى قدر المكانة التي هو فيها من وعي ومن فهم ومن يعني ظرف اجتماعي أو ثقافي. المسؤولية إذن هي لا تختلف ما بين الشاعر إلا بقدر طبيعة الوظيفة التي يؤدونها. السياسي مسؤول مباشر عن إدارة شؤون الناس، فكل سلوك خطأ منهم سينعكس مباشرة على حياة الناس اليومية. أما الشعر فهي مسؤولية ذائقة وتكوين نفسي وتكوين شعوري، فهذه طبعا ليست تماما كما هي عند الحالة السياسية. وكيف يجب أن تكون العلاقة بين المثقف والسياسي، العلاقة الطبيعية؟ الأصل كما أفهم أن المجتمع جسم متكامل فيه شرائح مختلفة، كل شريحة تقوم بما يتوجب عليها من وظيفة لأدائها في خدمة هذا المجتمع. إذن فلا نفرق في هذه الحالة بين شرائح المجتمع باعتبارهم متكاملين، ولكن الذي يحصل أو ما يجري واقعيا أن اختلاف التفكير واختلاف التربية ودرجة التعامل مع المصلحة بفهم أناني أو بفهم عام أخلاقي تؤدي إلى اختلافات تظهر على شكل خلافات بين بعض الشرائح. وهل ممكن أن يسير الإثنان في خط واحد؟ هل ذلك ممكن؟ المفهوم العام هو خط واحد. فمثلا إذا أخذنا القضية القومية الكردية على سبيل المثال، في هذه المرحلة كل الناس الأكراد
ملتزمين بقضيتهم القومية الكردية، وإنما يختلفون في الأسلوب الذي يؤدي إلى خدمة هذه القضية. هذا الاختلاف منه ما هو طبيعي نتيجة تفاوت في المستوى التربوي والفكري والأخلاقي والثقافي، ومنه ما هو مصطنع هدفه خدمة مصالح معينة. يقال أن السياسة فن الممكن، ولكن الكتابة فن النقد والتوجيه. هل تسمح السياسة بهذا الدور للكاتب؟ منذ وجدت بشر في منظومة اجتماعية سياسية بدأت المشكلات بين الذين يديرون وبين الذين يحاولون إنضاج الوعي في المجتمع، وهم الشريحة المثقفة عادة. وعلى الرغم من أن حالات كثيرة من الذين يمارسون الثقافة ليسوا معنيين كثيرا بأن يكونوا في موقع الإدارة، لا هم لهم أن يكونوا مسؤولين في الإدارة السياسية، ولكن دائما السياسي الذي لا يكون في موقعه نتيجة تأييد شعبي عبر الانتخابات وما شابه ذلك، لديه هاجس دائما أن هذا المثقف يشكل بالنسبة إليه خطرا لموقعه، وأحيانا هذا الهاجس يتجاوز الواقع السياسي إلى حالة نفسية، شعور لديه بأنه أقل وعيا ثقافيا من الإنسان المثقف، وهذا يشعره بنوع من الانزعاج. ومتى يصل الأمر حد الصدام؟ هذا تتعلق بأمر يعني تكوين الشخصية السياسية وأسلوب إدارتها للمجتمع. عندما ينفرد السياسي بإدارة المجتمع بأسلوب متزمت أو استبدادي أو ظالم أو ما يشبه ذلك، من الطبيعي أن هذه الحالة تفرز ردود أفعال لدى المجتمع، وأبرز شريحة في المجتمع التي تتحسس هذا الواقع وتتصدى له حتما هو عادة الحالة الثقافية. من له حق الريادة في المجتمع؟ حقل السياسة أم حقل الكتابة؟ كلمة الكتابة تمثل حالة جزئية من معنى الثقافة. دعنا نقول الثقافة هي حالة اجتماعية عامة وليست خاصة، بمعنى السياسي قد يكون مثقفا والغير السياسي قد يكون مثقفا، فلذلك في هذه الحالة المفروض المجتمع كله يسعى إلى الخدمة الثقافية التي توفر المناخ الأفضل للإدارة السياسية. السياسي المثقف كما قلت هل مخلص لثقافته دائما؟ إذا أخذنا الأمور إجمالا، إغراءات السياسة دائما أكثر من إغراءات الثقافة بشكل على صعيد المصلحة وعلى صعيد الاستجابة للنزوع النفسي إلى التحكم في الناس أو إدارة الناس. ولكن صدف في التاريخ كثيرون من المثقفين لم يهتموا بالمصالح السياسية. على سبيل المثال ابن الأثير كان معروفا، كان وزيرا في أكثر من مكان، وعندما مرض أصابه المرض الفالج الشلل استدعى طبيبا عالجه وقرب من الشفاء، دفعوا له المال وصرفه. قالوا له لماذا فعلت ذلك؟ قالوا لأنه إذا شفيت سأعود إلى السياسة أو سيجرونني إلى السياسة وأنا أريد أن أبقى لكي أكتب. وفعلا في تلك المرحلة كتب عدة مؤلفات مهمة. ولماذا السياسي أشهر من الكاتب إعلاميا على الأقل؟ القوة هي تفرض أحوال نتيجة حاجة المجتمع إلى هذه القوة لكي يقوم السياسيون المديرون المسؤولون الملك الرئيس إلى آخره
لحماية المجتمع وما يملك من هذه الأشياء هي التي بلورت نمطا من السلوك في الحياة أدت إلى يعني إضفاء مظاهر معينة على الحالة السياسية، وبالتالي تخدم هذه الحالة السياسية. وقد اقترحت في إحدى منشورات الفيسبوك، ليس اقتراح بمعنى تغيير واقع لأن الواقع صعب عليه التغيير، لكن بمعنى أن يعني تشخيص للواقع، أنه لو أن المغريات الموجود في الحالة السياسية لم تكن موجودة، هل كان الناس يتهافتون عليها بهذا الشكل؟ وهل هناك سياسة بدون إغراءات؟ نعم، لما لا؟ هناك زعماء كثيرون أداروا السياسة بدون أن يمارسوا الإغراءات والرفاهية والفخامة. لنأخذ على سبيل المثال غاندي، لنأخذ على سبيل المثال نيلسون مانديلا، لنأخذ على سبيل المثال المرحوم الملا مصطفى البرزاني. حدثني أحد بيشمركته بأن الجمدانتين اللتين كانتا تلف رأسه تساويان فقط 5 ليرات في الوقت الذي كان جمدانته هو أي البيشمركة 12 ليرة. وكلنا يرى شكله ويرى زيه ويرى أسلوب حياته. فهناك كثيرون يتواضعون وهم يديرون مسائل السياسة. أستاذ محمد، متى تكون سعيدا أكثر؟ حينما تنتهي من نسج قصيدة أو مقالة جميلة، أم حينما تسمع خبرا سياسيا مفرحا وهي على العموم قليلة؟ بشكل عام أنا لا أحبذ توصيف الواقع بالجزئيات على هذه الطريقة. الإنسان يكون سعيدا في أحوال كثيرة. يكون سعيدا عندما يكون صحيح الجسم، يكون سعيدا عندما تكون معيشته مريحة، يكون سعيدا عندما يشعر بأنه يمارس حريته بشكل جيد، يكون سعيدا عندما ينجز عملا، يكون سعيدا. من الطبيعي كلما كان حجم الخبر أو الحدث أكبر فسيكون أكثر تأثيرا بالشعور بالسعادة، وهذا طبعا يراعى فيه مستويات الناس. هناك ناس تهتم بالشعر ولا تهتم بالسياسة، هناك ناس تهتم بالمعيشة ولا تهتم بالكتابة مثلا. هذه الأمور يفترض أن تراعى ولا توضع على شكل وكأنها يعني منفصلة عن بعضها. هل من الممكن أن يصل الخبر الثقافي إلى سوية الخبر السياسي؟ من أي ناحية؟ من ناحية الأهمية، من ناحية التأثير الأهمية. حتى هذا يعود إلى الواقع الذي يعيشه المجتمع. إذا كان فيه مثقفون ومهتمون بالثقافة، وهؤلاء يهتمون بالأخبار الثقافية أكثر ما يهتمون بالأخبار السياسية، اللهم إلا إذا كانت أخبار حاسمة تؤثر على مسار البلد أو على حالة البلد العليا مثلا. فأنا لا أهتم بالحركات الأحزاب مثلا وروحاتهم وجهي. أنا كشخص مثلا لولا أن ظروف البلد خاصة جدا، أنا أهتم بقراءة كتابي وأهتم بقراءة شعر وأهتم بقراءة أو كتابتي أكثر من أهتم بهذه القضايا.